صباح الخير على الساده المشاهدين بيشاهدوني مع اليوتيوب، اسعد الله صباحكم. دي حاجات رمضانيه هي جميله. كل سنه بنشوفها هنا اهو في المكان ده جنب المسجد الابيض في الشيخ زايد اهو. المسجد الابيض اهو، دي بوفات موجوده اهيت، وده المكان. ولسه بيفرش الراجل ده، بيجي هنا من زمان قوي قوي، ولسه هاخد معاه دلوقتي لقاء على السريع كده دلوقتي كمان اهي. حاجات جميله اهيت، فوانيس رمضان اللي فيها تراث القديم بتاع زمان، اللي هو بيدلل على الفن العريق بتاع زمان، البسوات اليدويه اهو. شفتوا يا جدعان؟ شفتوا الحاجات الحلوه دي اهي؟ شفتوا الجمال ده؟ والراجل الطيب اهو قاعد اهو عمال يعمل الكهرباء فيها. انا لسه هتكلم معاه دلوقتي كمان واتعرف عليه اكتر، واخد معاه لقاء بسيط قوي قوي عن المنتجات بتاعته، وادعي له ربنا يا رب كده، يا رب يرزقه. هو بيكافح يعني على اكل عيشه، وربنا يا رب يرزق الجميع. حاجات اهي، بصوا يا جماعه الفوانيس ده عامل ازاي، ده الشكل بتاع زمان. انا بصراحه بحب اشجع منتجات بلدي، لان بصراحه حاجات، بص فيها فن عامل ازاي يا جماعه. بص المنظر، الشغل اليدوي بتاع زمان ده انا دايما بحبه بصراحه، بشجعه. انا الصيني ما بحسش فيه باحساس، اي احساس خالص. منتجات الصيني دي خالص ما بحسش بيها نهائي. ده بتحس ان كده في الروح اللي هو بتاع زمان القديمه. شفتوا ما شاء الله، وبالكهرباء كمان. يعني بص فيشه اهي، بصوا اهي. المسجد الابيض اهو في الشيخ زايد اهوت، المسجد الابيض. في جميع المنتجات بتاع رمضان ان شاء الله. طيب جميع الحاجات بتاع رمضان اللي موجوده. وكل سنه وانتم طيبين. انا بمشي معاكم خطوه خطوه اهوت يعني. وانا هقعد دلوقتي، هقعد مع الراجل الطيب دوت، هتكلم معاه دلوقتي. هاجي اقعد معاه عشان اخد منه كلمتين اتنين. هو ده طبعا بيقول لي على الحاجه الحلوه اهو. عايز اتعرف بيك يا حاج الحاج احمد. الحاج احمد، دي فوانيس ام كريم قدام الجامع الابيض، الحي الاول بين جامع نور المصطفى ودار الايتام، الحي الاول. اه وانا ما بجيبش الا المنتج المصري، الحاجات المصريه دي ناس المصريين بيرزقوا منها، واحنا بناكل منها عيش، ونفرح الشعب المصري بالحاجات رمضان. ولما احنا كنا مبسوطين وسعداء يبقى الشعب كله حلو. وانا بحب ان انا اجيب الحاجه ديت للناس بتاع المدينه. في ناس يبقى كبار في السن يبقى راكبين العربيه، انا بحب ان انا اناولهم الحاجه ومعدوم في العربيه. واسعارك ايه بقى؟ والاسعار الحمد لله كل سنه يعني الحمد لله، المدينه واكتوبر وكله الحمد لله بيجي عندي هنا، وبرخص عن اي حته من بره. يعني لو انا اخدت في الحته 30 جنيه زياده عن وسط البلد، عن الورش اللي هي في وسط البلد، بيبقى مبسوط وفرحان. بيوفر مواصلاته ونزوله. يعني بيبقى في ناس كبيره في السن لما بتنزل تحت بتتبهدل، ما تعرفش تمشي في الشوارع. انا بوفر له ان هو يبقى قريب لي، ويبقى راكب العربيه وبكلمه بكل احترام. وبقالي 15 سنه بفرش هنا قدام الجامع الابيض والحي الاول، والحمد لله ان انا الناس بتحبني، والتعامل مع الناس بحب الناس بتفرح وانا بفرح معاهم. والحمد لله احنا بخير وفي نعمه من عند ربنا كبيره قوي، وربنا يديم علينا النعمه والستر بتاع ربنا، والشعب المصري كله يفرح. الناس ما تفكرش ان الغلا ده يعني مش هيقعد لمده الحياه موجود علينا. احنا في ازمات بتيجي على مصر وربنا بينجدها من حاجات الوحشه، محروسه مذكوره في القران اكتر من مره. ربنا مصر عشان شعبها طيب ويتحمل وعنده صبر جامد. واحنا لما
نشجع الحاجات بتاع مصر، تمام. يبقى فرحانين والناس تاكل عيش. مظبوط. الناس بتفضل تجهز الحاجات دي من رمضان لرمضان. ايوه. واحنا بنجيب اجود حاجه، بحب اجيب للمدينه اجود حاجه وانضف حاجه، على اساس ان انا لما اجيب له الخامه النظيفه واجيب له الحاجه الحلوه يبقى هو مبسوط وسعيد. انا ما بحبش اجيب الحاجات الشعبي التعبان. واسعارك عامله ايه بقى؟ والاسعار الحمد لله يعني باخد ودي مع الزبون. يعني لو انا خدت من حته 30 جنيه 40 جنيه عن وسط البلد زياده، بيبقى حق التكلفه اللي بتاع العربيات اللي انا بجيب العربيه 600 جنيه النقل، وقاعد انا وعيالي وقاعد بالايجار بقالي 20 سنه هنا في المدينه، بقعد طول السنه، يعني طول السنه قاعد عشان لقمة عيشك دي، لقمة عيشك. عشان الرزق بتاع ربنا اللي جاي. لا وبيني وبينك انا يا جماعه بامانه سالته على الاسعار. انا بنزل الف كتير في الحسين وهنا لقيته بصراحه اسعاره اقل ما تنزل وسط البلد وتجيب الحاجه. بامانه مش بقول كده عشان يديني فانوس ولا ماشي ولا كلام من ده، انا الحمد لله انا عندي فوانيس وعندي كل حاجتي، بس انا بقول كلمه حق بامانه. الراجل ده مهاود وبيريح الناس على الاخر، ولا في عصبيه البياعين اللي هم اللي بنشوفهم لا ده بيهاود ويفاصل ويريح الناس والناس حباه وكده. فاتمنى ان كل البياعين او التجار اللي يكون عندها نفس الروح بتاعت الحاج احمد، وربنا يديله الصحه والعافيه ويمرك صان طيب، ونراكب ان شاء الله على خير يا عم. وان شاء الله الفرشه لسه ما تمتش، الفرشه فيها جايه حاجات كتيره. يعني انا لسه بجهز الفرشه، يعني لسه في اول تجهيز الفرشه. يعني في حاجات رمضان منتجات كتيره جايبه. على فكره انا اول مره يا جماعه اعمل حلقه عن فوانيس رمضان، لاني فعلا الفوانيس بتاعته دي شدتني، فيها جاذبيه غير الشغل الصيني. انا راجل مصري بشجع الحاجه المصريه، وبعدين يا جماعه بصراحه المفروض احنا نشجع الناس دي ونشتري منها. ليه؟ لان حاجات رمزيه كلها بسيطه، وبنحيي ايام رمضان، ايام رمضانيه بتاع زمان. وبعدين المكان ما يتوهش في الشيخ زايد، الحي الاول جامع نور المصطفى، دار الايتام، عن جنب دار الايتام. هي مسجد الابيض مشهور في الشيخ زايد، في الحي الاول معروف مسجد الابيض معروف جدا، ده قاعد جنبيه طول الشهر، قاعد 24 ساعه، عنده البوفات وعنده الخدوديات وعنده الفوانيس الصغيره متناول، ولسه هيتم الفرق، وعنده متناول الجميع، وده بيشتري وده بيشتري، والجو جميل قوي قوي والدنيا حلوه. فتعالوا شوفوا عند الراجل دوت الطيب دوت. وايه الفتش ده يا عم الحاج؟ نعم. ايه الفتش هناك ده؟ الفتش هناك ده ايه ده؟ دي زينة رمضان. زينة عقد ده ولا ايه ده بقى؟ لا الحبل اللي هو بيتفرد بره. حبل امطاء بالمتر ولا ده بايه ده؟ وجميع النور جاي يعني. المتر كام فيه ده؟ ده هم 10 متر و35، قماش خيامية من الاصل. يعني قماش لو انت صورت المصنع الاحمر دوت دي اهو بسأله على الناس بتاعها 5 متر وطول بعد. هو ده؟ دي فيها كام دي؟ فيها متر ده ولا ايه؟ لا ده 10 متر. ده 10 متر دوت؟ 10 متر. عامل كام ده بقى؟ ده 35. المتر بكام ده؟ المتر بكام؟ ده 10 متر مش ورق، ده قماش خيامية من الاصل. ماشي. انا معاك بس عامل كام عامل كام الكيس ده؟ عامل كام؟ كيس 10 متر ب 35. 35 جنيه؟ 10 متر؟ 10 متر. في ناس بقى بتبيعوا ورق، وفي ناس بتبيعوا اقل مني 5 متر. وبيبيعوا 30 جنيه 5 متر. انما دوت قد الله اللي بيتباع بره مرتين وما يعرفش يعمل ده. هو ما يعرفش يصنع ده. يعني هو يا جماعه عنده كمان زينه اهيت ما شاء الله اهي. قماش خياميه اصلي. فيها كام متر دي يا ريس؟ 10 متر. 10 متر يا جماعه ب 35 جنيه. ولو افرض حد قال لك يا عم الحاج معيش الا 25 جنيه تعمل ايه؟ انا بقول له خد ومن ما تعدي عليا في اي وقت ربنا كرمك كتير. سامعين يا جماعه؟ سامعين يا جماعه؟ ناس بتاخد منه وبتدي فلوس بعدين وبتهاول. يعني لو واحد قال لك انا عايز اخدها يا حاج ب 25 جنيه معيش الا 30 جنيه. هي السنه اللي فاتت كانت بتتباع ب 35، انا بايعها زي السنه اللي فاتت. يعني انا بايعها بسعر السنه اللي فاتت. تمام. نكتفي بهذا القدر من التصوير، والى اللقاء في حلقه مع عاشم اسماعيل. الى اللقاء. ده بوفات اهي.